امرأة شارع ابن زيدون، الحلقة الثانية والأخيرة. لم يكن عبد الكريم الناسي يعلم، وأن له أن يعلم، أنه لما غادر الكوميسارية صار شخصا تتابع حركاته. ما قدمه لم يكن به الكثير مما يوصل إلى تلك المرأة التي قال إنها فاجأته بتوقفها أمام صندوق القمامة في شارع ابن زيدون. كان مريبا بالنسبة للشرطة أن يمضي شخص مثله ليطل في الصندوق ويستخرج حافظة أوراق محمد أزلماط. روايته عن تلك المرأة الأنيقة لم تكن لتقنع. في كل الحالات فإن مناطق ظل كثيرة تحف ظروف العثور على تلك الوثائق. ما يبدو مؤكدا أن عبد الكريم لم يعلم أن محمد أزلماط اكتشف قبل أيام في الفاتح من مايو من العام 2003 جثة هامدة في سيارته بأطراف حي بن سودة. قال تقرير الطب الشرعي إن الوفاة نتجت عن طعنة بأداة حادة في جهة القلب. لم يسجل ما يفيد بأن الضحية قاوم قاتله، وقد أوحى ذلك إلى المحققين بأنه كان برفقة من يأنس إليهم ولا يخشى منهم غدرا. من قتله استولى على حافظة أوراقه، ولم يتسنى التعرف على هويته إلا من خلال بصماته. في مرمدة السيارة بضعة أعقاب سجائر، من بينها أعقاب عليها أحمر شفاه. لا مجال للشك في أن أزلماط كان برفقة امرأة. ذلك ما أعطى بعض الأهمية لما أدلى به عبد الكريم بشأن تلك المرأة التي قال إنه يظن أنها أتت من نفس حي أيتسقاطو. لم يكن عبد الكريم يعلم أن ما أوصل الشرطة إليه بصماته التي اكتشفت على بطاقة التعريف الوطنية للقتيل. على مدى 10 أيام لم تثمر مراقبته ما يمكن من إقامة رابط بينه وجريمة قتل ذلك الرجل. في الآن نفسه يبقى عبد الكريم الناسي الشخص الوحيد الذي رأى تلك المرأة، وقد قال إنه يستطيع التعرف عليها إن هو رآها ثانية. تم استدعاؤه من جديد إلى مركز الشرطة. الضابط الذي استقبله في المرة السابقة بدأ أقل صرامة. مهد له بالحديث عن أهمية ما قام به حين سلم الشرطة تلك الوثائق التي انتشلها من صندوق القمامة في شارع ابن زيدون، ثم أخبره بأن صاحب تلك الوثائق عثر عليه مقتولا في سيارته في الفاتح من مايو بأطراف حي بن سودة، وأنه يتعين عليه التعاون مع رجال الشرطة للوصول إلى تلك المرأة التي شدت انتباهه ذاك 7 من مايو، واستغرب وقوفها عند صندوق القمامة. لما غادر مركز الشرطة أحس عبد الكريم النادل الأنيق أن ما سيقوم به عمل نبيل. كان الضابط قد سلمه رقما هاتفيا للاتصال به إذا ما صادف تلك المرأة. منذ إذن صار مفتح العينين، بل إنه صار في أوقات فراغه يكثر من التحرك بين شوارع وأزقة حي أيتسقاطو، عساه يصادف تلك التي جذبته بأناقتها وأثارت استغرابه بوقوفها عند صندوق القمامة، وها هي في نظره الآن متهمة بإزهاق روح إنسان. حين يشرد به خياله ويجمح غروره يخيل إليه أنه مكلف بالإمساك بها. جولاته تلك عبر أزقة الحي لم تكن لتمر دون إثارة الانتباه. كثيرون هم الذين تساءلوا عن السر وراء جولاته اليومية تلك. عصر الفاتح من يونيو من العام 2003 كان عبد الكريم يمر من شارع سان لوي لما رأى عند موقف الحافلات 3 نسوة نزلن لتوهن من حافلة. إحداهن كانت ترتدي جلابة حمراء كتلك التي كانت ترتديها تلك المرأة التي صادفها في شارع ابن زيدون. أسرعن الخطى ودخلن شارع جعفر بن عطية، ثم ابتلعتهن زنقة متفرعة عنه. لم يدركهن، ولم يكن موقنا بأن تلك التي ترتدي جلابة حمراء هي المرأة نفسها التي يجري البحث عنها. ظن أن عليه بعد الآن أن يركز جولاته على تلك المنطقة، وكذلك فعل. نسوة كثيرات التقاهن في أزقة حي أيتسقاطو. أحس بأنه لن يستطيع التعرف عليها إلا إذا كانت ترتدي الثياب نفسها. يذكر مشيتها المختالة
قد يتعرف عليها من مشيتها أو من نظرتها ولو من خلف زجاج نظارات شمسية. بعد ذلك اليوم لم ير تلك المرأة التي يظن أنها نفسها التي رآها في شارع ابن زيدون. تردد عدة أيام على زنقة بن عطية والأزقة المتفرعة منها لكن بلا نتيجة، وظن أنه لن يفلح في العثور عليها. في 15 من يونيو من العام 2003 في حدود 6 مساء كان عبد الكريم الناسي يمر بالرصيف، وفجأة ظهرت له امرأة ظن أنها تلك التي يبحث عنها. اقترب منها يكاد يجزم أنها هي. أخرج من جيبه هاتفه وبحث عن الرقم الذي كان ضابط الشرطة قد أعطاه إياه. بعد ثواني جاء صوت الضابط: ألو، نعم، أنا عبد الكريم الناسي، هل تذكرني يا سيدي؟ نعم، لقد رصدت تلك المرأة، أنا الآن أراها وأنا في الرصيف. حسنا، ستأتي سيارة شرطة إلى هناك، تقدم إليها ودل على تلك المرأة. نعم سيدي. لما أنهى المكالمة كانت تتراءى له، ثم دخلت باب الرصيف. تبعها، رآها تدخل محلا لبيع الأواني النحاسية. عاد ليرى إن كانت سيارة الشرطة قد وصلت. لم تصل بعد، يخشى أن تتفلت منه. ثم خرجت من ذلك المحل وتوغلت في المدينة. اتصل من جديد بالضابط وأبلغه بأنه يتعقبها، لعلها انتبهت إلى وجوده، ولكنها فيما يبدو لم تغير تصرفها. يقتفي أثرها ويحاول ألا يثير الانتباه. وعند منعطف اعترض سبيله رجل قوي البنية، أمسك به من ملابسه. أحس بنفسه يرتفع، ظهره يحتك بالجدار. أحس باختناق. كان الذي يمسك به ينظر إليه بعينين بهما حمرة، بوجهه لحية متناثرة. أنزله وقال له: هل تظن أننا لا نعرفك؟ صمت. الناس يمرون بهما ولا يتوقفون. كان الرجل قوي البنية يمسك به. اسمع، عد أدراجك إن كانت لا تزال لديك رغبة في الحياة. إذا ما رصدتك تتبعها ثانية فاعلم أنها ستكون نهايتك. أرسله ووقف ينظر إليه وهو يتراجع. لما تخطى باب الرصيف أخرج هاتفه واتصل بالضابط ثانية، أبلغه بالذي حدث. بالنسبة للضابط فإن الأمر يبدو متجاوزا. تلك المرأة هي عصابة. اتصل الضابط بعبد الكريم وطلب منه الحضور إلى الكوميسارية. عرض عليه صور عدة أشخاص وطلب منه أن يدقق فيها النظر، وأن يضع يده على صورة الشخص الذي يظن أنه من اعترض طريقه في المدينة العتيقة. كانت على المكتب مجموعة من 15 صورة. دقق النظر فيها واحدة تلو الأخرى، ثم توقف عند إحداها. أظن أنه هو، ووضع يده على صورة الشخص الذي يشبه ذاك الذي اعترض سبيله وهدده. كان الرجل واسمه رشيد الزغلالي معروفا لدى الدوائر الأمنية، وسبق له أن يعتقل وحكم في قضايا تتعلق بالسرقة وبالضرب والجرح. بعد يومين استدعي عبد الكريم من جديد إلى مركز الشرطة، وعرض عليه 6 أشخاص. كان الضابط يجلس بجانبه، وما أن رآه حتى قال إنه هو. مكن البحث الذي خضع له رشيد الزغلالي من الوصول إلى تلك المرأة. اسمها خدوج بوعجابة، تسكن حي أيتسقاط، لا مهنة لها. وقد بيّنت التحريات أنها كانت عشيقة للزغلالي وشريكته في عدة جرائم. حاولت أن تنكر علاقتها بمقتل محمد أزلماط، ولما وجهت بإلقائها حافظة أوراقه في صندوق القمامة في شارع ابن زيدون نفت في البدء. أوهمها الضابط بأن بصماتها كانت واضحة على تلك الوثائق، إذ ذاك غيرت رأيها وردت بأن الذي قتله هو رشيد الزغلالي، وأن دورها كان ينحصر في استدراج الضحية وإغوائه بلحظات متعة في مكان خلاء. كما أنكرت هي في البدء، حاول الزغلالي أن ينكر، ولكن تفتيش منزله كما سكن خدوج بوعجابة
مكن من العثور على أداة حادة هي سكين طويلة بشفرة ضيقة كانت أداة الجريمة. حين بدأت الاعترافات علم الباحثون أن الرجل كان ينوي شراء شقة في فاس، وأن الجانيين بعد قتله استوليا على مبلغ 38,000 درهم. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.